السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية يا رب. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار يا الله. مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هاليوم شايفين معكم إفطارنا لليوم من رمضان. رح أعمل معكم يا خنة البندورة أو الطواجن. ما بعرف، كل محافظة بتقلها اسم، بس نحن محافظتنا بتقلها الطواي. والطواي بحب اعمل صراحة حد منها الكبة النية، هيدي بتلبق لها كتير كتير. بس انها طواي يعني انها كبة نية حدا معروفة عنها. هلا شو بحتاج لوصفتي لليوم؟ بحتاج لحمة مفرومة، وبحتاج كمان لحبتين من البصل كبار. واذا انتم ما بتحبوا البصل، فينكم تحبوا بصلة وحدة صغيرة. وبحاجة كمان شوفي معكم هون ل2 كيلو من البندورة، فرمتن لمربعات غداينا صيام، مربعات صغار. قطعتن ورجع هلا بس استوت مع اللحمة والبصل، ضفت قرن فليفلة علي حر. وانتو اذا عندكم فليفلة حمرا صفرا خضرا شو بتحبوا الالوان كلها للطوايب البقلة. بس انا كان موفر عندي قرن واحد، الله وكيلكم بقيان حلو، بس اللي عندي باقيين حارين، فبسترجي احطه بقلبها. ففرمته، دبلته شوي مع اللحمة والبصلة والملح والبهار. رجعت بعد المنا ضفت البندورة يلي فرمتها بهيدي الطريقة. انا اذا بدي اعمل حدا رز فبعملها بالخلاط للبندوره، بس انا بدي اياها ناشفه وبالخبزه لا بفرمها فرم. شفتوا معكم ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى بندوره الصيفيه بقول لهم طعمتها ولونها غير. بس انه هلا بنقولوا الجود من موجود، هذا الموجود في الوقت الحالي عنا يعني. بندوره شتويه تعتبر بالاخر. هون كمان رح نحضر الكبه ناعم فرجيكم شو بحاجه لهبره. بحاجه لنص محمد كبيتين من البرغل الناعم، غسلته منيح مصولتهم وحطيتهم على جنب. حطيت عليه رشة من الملح ورشة من البهار ورشة من الكمون. والكمون مشان ما يصير في نفخة ابدا، بتعرفوا انت البرغل بيعمل نفخة. حطيتهم على جنب، دعكتهم منيح. ورجعت دعكتهم بالهبرة. هاي اخر مرحلة كانت الهبرة مع شوي من الفليفلة الناعمة، عفوا فليفل دبس الفليفلة او ربل فليفلة. وهون على جنب بنوتي كان الله يرضى عليها عم تساعدني، عملت شوربة الخضرة. لأن عم بدعك البرغلات، انتي ما عملي شوربة الخضرة. حطت بقلبها حبة وحدة من البطاطا الصغيرة مكعبات صغار، حبة وحدة من الجزر، وحطت بقلبها مكعبين من الماجي ورشة صغيرة من الملح. وبآخر شي ضفت عليهم البقدونس. هلا هون كل شوي بدعكها وبحط عليها معلقة من الزيت بهيدي الطريقة. بس الله وكيلكم خلف الكواليس كنت حاطة يا هالك يا مالك فيها. بلقيت الطريقة دي عم بدعكها. لأخذت قوام ناعم وملمس العجينة رائعة. واكيد بالفيديو معكم عم بيطلع اصوات ولاد الجيران واصوات الفرقاع. كل نهار بس يتعشوا الاولاد بينزلوا على الفرقاع. خبرونا عنكم الاولاد تكون هي هيك كمان. عندنا شغله كبيره بس ياكلوا رقيد على الشارع، بدهم يفرقعوا مبسوطين. عن جد اجواء رمضان حلوه، حلوه للكبار وحلوه للصغار. عن جد شو بدي لكم هيدي بعرف بدي اوصي لكم هيدا الشعور. الاطفال فرحانين، الاولاد الجار بياكلوا الحمد رب العالمين، والله يديمها نعمه. بيحملوا حالهم بيصلوا المغرب الحمد لله، بيروحوا على الجامع. مع اني ولادي صغار، يعني ابني عمره 12 بنوتي عمره 10 سنين، دول الصغار، دول اصغر شي عندي اياهم، عندي اكبر لاني الحمد لله. الله يخلي اولادكم يا رب. شو بيعملوا؟ بيروحوا على الجامع، بيجوا من الجامع وبلشوا على الفرقيح انه هالاولاد كل البنيه بينزلوا على الباركن. هون الكبه النية او الكبه الهبره صارت معنا جاهزه. وهون كان الياننجي فضلة خيركم قبل النهار عندي اياه كمان. رجعت سخنت وحطيته على الطاوله. مثل ما قلت لكم انا هالسنه ماني عم كتر ابدا مقبلات، لاني الله وكيلكم ولادي هالسنه عم بيتعبوني من عم نول شلقت عليهم. شو بيعملوا فيي؟ بياكلوا المقبلات بتركوا الوجبه الاساسيه والرئيسيه. وهلا رح اقول لكم هذا كان افطارنا لليوم. الحمد رب العالمين، الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. وهذا كان فيديونا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رح اترككم مع فقره السحور.